رسالة في انستغرام تقدر تقلب حياة أشرف حكيمي إلى الأبد، وموعد خاص يقدر يتحول لواحد من أخطر الاتهامات في القانون الفرنسي. واش غيتحكم وشحال باش غيتحكم وفوقاش غادي يتحكم؟ أنا غادي نعطيك الجواب. اللي كاين دابا هو أنه رسميا تم إحالة أشرف حكيمي إلى المحكمة الجنائية. أحيل الدولي المغربي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي على المحكمة الجنائية بتهم متعلقة بتورطه في فضائح أخلاقية. باش نفهموا شنو واقع في قضية أشرف حكيمي خاصنا نجيبوا القضية من الأول، خاصنا نجيبوها من البداية حتى الآخر التطورات نهار 24 فبراير 2026. وخليك معايا حيت التفاصيل كتبدل والصورة غادي توضح لك أكثر مع الفيديو، وكل مرحلة كتطرح بزاف ديال الأسئلة. القضية كتبدا في أواخر فبراير 2023. شابة فرنسية عندها 24 عام كتقول أنها تعرفت على أشرف حكيمي عبر تطبيق انستغرام. المحادثات بيناتهم استمرت لأيام وكانت الأمور عادية حسب داكشي اللي تسرب، ومن بعد تقرر اللقاء كان في الدار ديال أشرف حكيمي في واحد المنطقة ضواحي باريس. في ذاك الوقت الزوجة السابقة هبة عبوك كانت مسافرة خارج فرنسا. حسب رواية الشابة من بعد ما دخلت البيت تطور اللقاء إلى علاقة جنسية، ولكن هي كتقول أن العلاقة كانت بدون رضاها. كتقول أنها حاولت تبعدو عليه بزاف ديال المرات وهو تمسك بها، ومن بعد خرجت مباشرة واتصلت بالصديقة ديالها، وهذيك الصديقة هي اللي مشات بلغات في مركز الشرطة. في 1 مارس 2023 أشرف حكيمي تم الاستدعاء ديالو للتحقيق. جاوب على الأسئلة كاملين وأنكر كل شيء، وقال أن العلاقة فعلا كاينة ولكن كانت بريضة الطرفين، وأن داك الشيء اللي وقع كان اتفاق بينهم بجوج، كان اتفاق بين جوج أشخاص بالغين. ولكن بعد الاستماع للطرفين قاضي التحقيق وجه ليه تهمة رسمية بالاغتصاب، وتم وضع أشرف حكيمي تحت المراقبة القضائية. وهنا خاصنا نوقفوا شوية. توجيه التهمة ماشي حكم بالإدانة، هي غير مرحلة قانونية باش يبدا التحقيق القضائي المعمق. ولكن رغم هادشي إلا أن واقع الكلمة كان ثقيل بزاف. تهمة بحال هذه قادرة تهز سمعة أي لاعب، وشفنا بزاف ديال اللعابة بدون ذكر الأسماء تسالى الكارير ديالهم، وحكيمي ممكن جدا يكون واحد من هادو. ممكن تسالي المسيرة الكروية ديالو. 2023 داس، 2024 حتى هي داس، والقضية باقي مفتوحة. تم فحص طبيعي للمشتكية، تحليل المعطيات، مراجعة الرسائل بين الطرفين، والاستماع لأشخاص مقربين حسب داكشي اللي تسرب إعلاميا. الملف كان كيدور أساسا حول نقطة واحدة: واش كان داكشي بريضة الطرفين أو لا. ما كاين لا فيديو لا شهود مباشرين داخل الدار، يعني الملف القانوني كان كيتبنى أساسا على تصريحات الطرفين، نتائج الخبرة الطبية وتحليل السياق العام للطرفين. وهنا كيطلع سؤال آخر: واش كلمة ضد كلمة تقدر توصل لاتهام جنائي خطير؟ في هذه الفترة حكيمي باقي كيلعب مع باريس سان جيرمان، كيلعب بشكل عادي، النادي ما علنش على أي عقوبات عليه. اللاعب شارك في مباريات كبرى سواء مع باريس سان جيرمان سواء مع المنتخب المغربي، ولكن إعلاميا سميتو كانت ديما مرتبطة بهذه القضية هذه. في صيف 2023 وقعت واحد الحاجة أخرى زادت شعلات العافية. تم إعلان طلاق أشرف حكيمي وهبة عبوك. الإعلام ربط مباشرة بين الطلاق والقضية، ولكن رسميا ما كاين حتى تأكيد أن القضية هي السبب المباشر. ولكن التوقيت خلى الموضوع يتضخم أكثر، وسمعة اللاعب ولات تحت المجهر بشكل أكبر. التحقيق استمر لأكثر من عامين. النيابة العامة الفرنسية درست الملف كامل، وكانت خاصة تقرر واش يتم حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة أو اللي يتم إحالة أشرف حكيمي للمحكمة الجنائية. في صيف 2025 تقريبا النيابة أوصت بإحالة القضية إلى المحكمة، بمعنى أنهم شافوا أن الملف فيه عناصر كافية باش المحكمة هي اللي تحسم. ولكن القرار النهائي ما كانش بيد النيابة بل كان بيد قاضي التحقيق. وهنا كنوصلوا ل 24 فبراير 2026، اليوم اللي قلب المعادلة. قاضي التحقيق قرر رسميا إحالة أشرف حكيمي إلى المحكمة الجنائية، يعني القضية غادي تدخل مرحلة المحاكمة، ماشي تحقيق بعد الآن بل جلسات رسمية أمام قضاة. ولكن هنا خصنا نكونوا واضحين، إحالة المحاكمة ماشي إدانة، هي فقط قرار بأن الملف يستحق يتناقش قدام المحكمة. القضاة هما اللي غادي يسمعوا الطرفين وغادي يحسموا. من بعد هذا القرار هذا أشرف حكيمي خرج بتصريح رسمي، قال أنه بريء، وأكد أن الاتهام بوحده ممكن يدمر سمعة أي شخص قبل الحكم، وقال أنه كينتظر المحاكمة باش تظهر الحقيقة علنا. فريق الدفاع ديالو أعلن أنه غادي يستأنفوا القرار، وكيعتبروا أن الملف مبني أساسا على تصريحات فقط. حتى دابا أي نهار 24 فبراير 2026 ما كاينش حكم نهائي،
وما تحددش تاريخ الجلسة بعد. حكيمي مازال كيلعب بشكل عادي، والقضية دخلت رسميا مرحلة المحاكمة الجنائية. القانون الفرنسي بحال هذا النوع من الجرائم يقدر يوصل الحكم حتى ل 15 سنة في حالة الإدانة، ولكن إلى ما اقتنعاتش المحكمة بالأدلة ممكن يصدر حكم بالبراءة. ودابا الصورة واضحة، كاين جوج روايات المشتكية اللي كتقول أن العلاقة كانت بالقوة وبدون الرضا ديالها، ورواية حكيمي اللي كيقول أن كل شيء كان بالرضا الطرفين. وكاين في أي اعتداء. الحقيقة النهائية مازال ما تقالتش في المحكمة، ومن فبراير 2023 حتى لفبراير 2026 القضية دازت من تصريح أولي إلى تهمة رسمية، إلى تحقيق طويل، إلى إحالة للمحاكمة. 3 سنوات تقريبا من الجدل، الضغط والتحليل الإعلامي. السؤال الكبير دابا، واش المحاكمة غادي تجيب أدلة جديدة؟ واش غادي تبان تناقضات تقلب الميزان، ولا غادي تبقى كلمة ضد كلمة حتى النهاية؟ الجواب ما كاين لا عند الإعلام لا عند الجماهير ولا مواقع التواصل، الجواب كاين عند القضاء الفرنسي. والحدود اليوم، أشرف حكيمي قانونيا بريء حتى تثبت إدانته بحكم نهائي. دابا خلي لنا الرأي ديالك، شنو بان لك في هذه القضية هذه؟